هل السنوار بطل او منه بطل؟ يعني نقاش هلا كتير عم يتداولوه الناس على السوشيال ميديا. هل السنوار بطل؟ شو صفات البطولة؟ اي متى بنقول عن هيدا الشخص بطل؟ يعني نحن بنعرف انه بالسينما مثلا بنشوف انه هيدا الشخص بطل، يلي هزم الشرير، يلي تحدى، يلي فات بمعاناة، يلي بعدين ربح وكسب وفاز. بس نحن هلا بهيدا الواقع، بهيدي الحرب اللي نحن فيها، شو هي صفات البطل والبطولة يلي عملها السنوار؟ انا ما عارف، انا عم بسألكم، عم فكر معكم، انا عم بطرح اسئلة لحتى لي نفكر سوا على صوت عالي. انه هل البطولة بانه هو لانه مات، يعني مجرد ما انه هو مات، حتى لو انه مات مهزوم، بيكون هو بطل؟ هل هو بطل لانه هو مسلم ونحن مسلمين؟ هل هو بطل لانه سني ونحن سنة، او لانه شيعي، او لانه نشترك معه نحن وياه بنفس الدين فهو خلص بطل؟ او هل هو بطل لانه كان حامل قضية ومات من اجلها ودافع عنها حتى الرمق الاخير، بس بذات الوقت في 50,000 غزاوي استشهدوا كرمال هيدا القرار يلي اخده؟ طيب هل البطولة هي بس بالموت، او ممكن تكون كمان بالفكر وبالعقل؟ انه فينا نقول عنه بطل الشخص يلي بيتجنب او بيجنب الناس يلي هن تابعين له، يجنبهم الموت. مش كان ممكن مثلا انه ياخد قرار بانه هو يجنب قتل هودي؟ مش قتل، هو اكيد ما مش هو قتلهم، او يجنبهم الصراع مع اسرائيل اذا كان هو منه واعي وانه مدرك لتداعيات ونتائج الخطوة اللي عملها ب7 اكتوبر. مش هيدي كان ممكن تكون بطولة؟ شو البطولة يعني؟ هل البطولة هي انه هو لاخر لحظة رمى العصاية على المسيرة؟ هل هيدا بنعتبره بطولة؟ ليه؟ شو السبب انه واجه المسيرة؟ طب بس المسيرة قتلته، طيارة قتلته، الآلة الحربية الإسرائيلية قتلته. هل البطولة بانه نحن رح نضلنا نتذكره عبر التاريخ؟ بس ما نحن خسرنا غزة، ويمكن نخسر جنوب لبنان، ويمكن نخسر الضفة لقدام. فكيف بدنا نقيس البطولة؟ شو هي صفات البطل والبطولة يلي عم ينحكى عنها؟ كيف بدنا نحط معيار نقول هيدا بطل وهيدا مش بطل؟ او ببساطة نحن كل حدا بيموت من عندنا هو بطل، وكل حدا بيموت من عندهم هو جبان ومنه بطل. طب بس ما بالنتيجة بالاخير اذا طلعنا نحن كلنا ابطال وخسرانين وهن كلهم جبنة وربحانين، كيف؟ في شيء مش ضابط، في شيء لازم نفكر فيه اكتر، نعيد اعادة التفكير فيه، نعيد اعادة النظر بالموضوع. انه هل البطل انه هو يحمل الخشبة ويضرب المسيرة؟ بس ما المسيرة قتلته، المسيرة اللي صنعها مخ غربي، مخ امريكاني، مخ اسرائيلي، بينما نحن عم نضرب بالخشبة وعم نموت. مش شايفين شو الفرق بالتكنولوجيا، شو الفرق بالفكر وبالعلم؟ يعني انا مثلكم عم بسأل شو البطولة؟ يا ريت اكتبوا لي بالتعليقات شو البطولة.